في فيديو النهارده هقول لك تجيب مين من باكج التعاقد، واقول لك افضل تطويره لكل لاعب، وكمان هقول لك ازاي تقدر تخلص المهمات. فيلا بقى ما تنساش تنزل تضغط لايك وتكتب كومنت تشجيعي. وفي ستوري يا جماعه عاملينها على التليجرام هتعجبكم جدا جدا، فيها حسابات قويه وفيها شحن متوفر وهيكون باقل الاسعار، فتقدر تدخل وتشترك معانا وتكسب بعض الحسابات عشان في عروض كتير موجوده في التليجرام. خش وفعل واكتب تحت قول لي انا دخلت التليجرام معاك يا دكتور. ويلا بينا على حلقتنا النهارده. طب يا رجاله، قبل ما اقول لك تجيب مين من الباكج واقول لك افضل تطويره ليه، تعالوا الاول اقول لك ازاي تقدر تخلص المهمات عشان تحصل على اللاعب. ففي الاول كده هندخل على قسم المهمات واقول لك ازاي تخلصها وبمنتهى السهوله. بصوا يا شباب، عشان تقدر تحصل على اللعب فدي المهمات اللي انت لازم تخلصها، وزي ما انتم شايفين في مجموعه كبيره من المهمات، فهقول لك كل مهمة هتعملها ازاي. اول مهمة عشان تقدر تخلصها يا شباب فانت هتلعب في الديفيجن وهتلعب 3 مباريات ولازم تخلصهم بالفوز، وكده انت خلصت اول مهمة. وتقدر تتفادى دي بثغرة بسيطة، ان انت تلعب انت وصديقك مباريات وتسيبه يكسبك 3 ماتشات، وبعد كده انت تكسبه 3 ماتشات عباره عن ان هو يجيب جون وبعد كده تخرج من الماتش، او مش شرط يجيب جون، اخرج من الماتش وخلاص، فكده هو يكون فاز. تمام يا شباب. اما بالنسبه للمهمات الباقيه فانت هتدخل هنا وبعد كده هتدخل هنا وهتلعب الايفنت ده حوالي 10 مباريات بتجيب جون، وبعد كده يبقى خلاص انت خلصت. يعني هجيب جون الماتش يخلص، تلعب تاني تجيب جون الماتش يخلص، وتلعب 10 مباريات عشان تخلص باقي المهمات. هيكون ناقصك مهمة واحدة بس أخيرة، إن هي تسجيل دخول يومي، ودي كده كده أنت هتخلصها مع تسجيل الدخول اليومي. تمام. طيب تعال دلوقتي ندخل على الباكج واقول لك مين افضل لاعب تتعاقد معاه من الباكج. بصوا يا شباب، بالنسبه لكل واحد فهو ليه اسلوب ولعب مختلف عن التاني، فما تسمعش كلام حد يقول لك هات اللاعب ده بعينه، ولكن انا هرشح لك افضل 3 موجودين في الباكج تقدر تجيبهم، وبراحتك انت فكر شوف انت عاوز مين من ال3 على حسب اسلوب لعبك واحتياجك. ركز في كلمة احتياجك، مش اي حد هيقول لك ركز في احتياجك دي، عشان كل واحد يقول لك هو ده الطب، ده بوجهة نظره وبالنسبة لاحتياجه هو. شوف انت احتياجك ايه وهاته، ولكن انا هنصحك على بعض اللعيبه الموجوده. بص، لو انت بتلعب على الرفع فدايركت، لو انت معاك لاعب هيدر فانت هات جنابري معاه ايدج كروسنج فهاته كده وانت مغمض. فانت لو محتاج واحد ايدج كروسنج فهيكون جنابري اختيار ممتاز جدا، وملكش دعوه باللي هيجيب مهاجم وملكش دعوه باللي هيجيب مدافع. تمام. ده لو انت بتلعب معاك هيدر، ناس هيدر الناس اللي جابت داروين فيكون محتاجين جنابري، فخدها مني نصيحه، هات جنابري عشان تلعبه مع داروين وهترفع وهيجيب اجوان، وهيكون حل امثل لما يكون حد بيلعب معاك يعني ب5 دفاع. لما يكون حد منافس بيلعب ب5 دفاع فهات داروين ومعاك جنابري والعب بالاثنين وهيبقوا تمام جدا. تمام. طيب لو انت عندك مشكله في الدفاع فباستون هيكون خيار مثالي ان هو يغطي لك الدفاع، عشان طبعا هو طويل القامه وبيلعب هنا بستايل جديد اللي هو بيلد اب. كان ستايله اكسترا فكان لاعب بيهاجم، ولكن هنا ستايله بيلد اب، فستايل ده قوي جدا مع مهاره الفورتريس، فهيكون مدافع قوي جدا وطاقاته خرافية، فهيكون الحل الأمثل ليك لو عندك أنت مشكلة في الدفاع أو عندك عجز في المدافعين. تمام. طيب لو انت بقى مش محتاج ده ولا ده فعلى طول روح للمهاجم الفرنسي، فكولو ده مهاجم كويس جدا جدا، جول بوشر مع مهارة الانهاء، طاقاته فوق المتوسطة، ليه تطويره هتظبط طاقاته شويه، هو ده هيحتاج تطويره خاصه ومعينه عشان تظبط الطاقات بتاعته. اما بالنسبه لسفيان فانا شايف ان هو في مركز دي ام اف طويل القامه كويس جدا مع مهاره التمرير، ولكن مش هيكون طبعا حل امثل في وسط وجود الثلاثي الاولاني او ال3 دول. اما بالنسبه لاخر واحد فده مهاجم كوري، المهاجم الكوري ده بيلعب بستايل اللي هو بيتحرك ويفتح مساحات شبيه لبنزيما، فهو ستايل كويس وهم مديله مهارة التمرير في اي وضع، يعني لو جسمه باصص كده او كده هيديك تمريرة كويسة جدا، فده كويس جدا الناس اللي بتلعب استحواذ، فهيكون خيار امثل ليهم. طبعا كونامي دايما بتنزل لعيبه في وسط اللي تحيرك، يعني هي منزله اللاعب ده نفسي اجيبه صراحه، اللاعب المهاجم الكوري، ولكن انا محتاج جنابري او باستوني، فهو لو ينفع يدينا ال5 بصراحه كان هيبقى خيار كويس جدا وما كانتش حيرتنا. بصوا يا جماعه، بالنسبه لتطويره لاي لاعب من دول فبصراحه سيب كل واحد على الاوتوماتيك الا اللاعب ده، اللاعب الفرنسي، فانت هتحتاج تديله بعض التطويرات الخاصه زي ان انت هتقلله في طاقاته في الوعي الهجومي وتديها له للفينش، وتقلل له سنه صغيره برضو في السرعه وتديها له فينش، وما تنساش تديله بوستر الاسترايكر اللي هو بوستر المهاجم عشان يظبط معاك الاداء. بس كده دي كانت حلقتنا. لو انت محتاج تطوير لحد فيهم بشكل خاص فقول لي وانا هعمل لكم تطويرات في فيديو شورت وهنزلها لكم،
كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشوفكم في حلقة جديدة، الى اللقاء في حلقات قادمة.